اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي، مساء الفل ومساء الجمال ومساء كل حاجه حلوه، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه طبعا الجديده. يعود عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى المسيحيين اخواتنا كلكم بالخير يا رب. النهارده بقى مع بعض حلوين هنعمل ايه؟ هنعمل فطير. تعالوا هنعمل الفطير، طبعا سهل وبسيط ومش هناخد مننا وقت خالص. اول حاجه انا عندي كيلو دقيق، هحط بس معاه شوية ملح صغيرين، واحط كمان 3-4 معالق من السكر. زي ما انتوا شايفين كده حطينا الايه ال3 معالق من السكر. نقلب بقى كده، وبعد كده ايه على العجان، لان انا مفيش ايد اهو. العجان اهوت، انا حاطه السلاح بتاع الايه العجين زي ما انتوا شايفين كده اهو. ربنا يديمها نعمه علينا. انا حطيت الكاتل وحطيت فيه ميه دافيه. هحط بس الاول ايه شويه كده ميه قيمه كوبايه، ونضرب بالعجان. وخليكم معايا. هعمل زي ما انتم شايفين كده، انا بعمل على السرعه الاولى بس عشان الدقيق ما يبهدلش الدنيا، يلم بس العجين، وبعد كده ايه نعلي السرعه. شايفين العجينه اتلمت ازاي كلها وخلت الحله زي الفل. تعالوا نشوف بقى كده. شايفين؟ بصوا، حتى كمان السلاح زي الفل اهو، والعجينه بتاعتنا مية مية كده، جميله جدا كده العجينه. تعالوا بقى نمسح الرخامه وبعد كده نحط عليها ونقطع. شايفين؟ بصوا المنظر بقى. تعالوا نقطع، يعني تعتبر بس ايه اكبر من ليمونه، حاجه بسيطه. تمام اهو، عشان يبقى كله سوا واحد. برضو بنلف ايه الواحده كده، نلمها زي البقجه كده، ونحاول ان احنا نخليهم كلهم ايه زي بعض. عندك ميزان، اعملي الميزان اهو. بصوا العجينه ما شاء الله، يعني اما اتعجنت حلو في العجان مش محتاجه. هخلص بقى طبعا كل العجين ده عشان مش عايزه اطول عليكم، لان ايه اهم حاجه الفرد اللي احنا هنعمله. هخلص كل ايه العجين ده زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده انا هعمل فطيرتين، بس هعمل فطيرتين كبار. طلعوا كام واحده من الحاجات اللي هي طلعوا كام واحده؟ طلعوا 40 كوره، يعني هعمل 20. هما كلهم 20 كوره. هعمل ايه 10 و10، يعني هعمل 10 من فطيرة وهعمل 10 تانيين من فطيرة تانية، بس هيكونوا كبار. تعالوا بس نشوف هنعمل ايه وشوفوها معانا. خليكم معايا واحدة واحدة. بصوا بقى كده يا جماعة، احنا حطينا سيحنا السمنة اهي. نحط شوية حلوين كده على الرخامة عشان لما نيجي نعمل ناخد كرة كرة ما تبقاش ايه، ما تتقطعش منك. هاخد اول واحدة بديت بيها اهو. اول واحدة بديت بيها هاخدها اهيت. بصوا بقى كده، هحطها على طول في قلب السمنه وننزل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال ده؟ الله اكبر. يلا بقى الجدعني والشطري، قومي يلا اعملي فطيره لاولادك كده عشان ايه ياكلوها في الشتاء اللي احنا فيه ده. شايفين؟ على فكره طول ما انت حاطه ماده دهنيه حلوه قوي من تحت ما بتتقطعش اهو. واهم حاجه ان العجين يرتاح، اهم حاجه. طبعا مع غلو السمنه اللي احنا فيه يا جماعه والزبده والحاجات دي كلها،
لازم نقتصد في كل حاجة. مش عارفة اقول لكم نقتصد في ايه ولا في ايه، والله العظيم. يعني مش عارفة. ربنا يعيننا يا رب على اللي احنا فيه. تعالوا بقى نشيلها ونحطها في قلب الصينية كده. دي تاني راق. شايفين اهو؟ بصوا كده الراق اللي انا حطيته في الصينية عامل ازاي اهو. طبعا بتحطي الرخامة، بتحطي على الرخامة زيت، يعني حتى لو اتقطعت منك برضو. اهم حاجة اول راق اهو. تعالوا بقى يلا نحطها على طول. طبعا احنا ايه قبل ما بحطها بحط عليها ايه زبدة من تحت برضو. في كل راق نحط الزبدة اهو. بصوا كده باخد شوية كده عشان تطلع معاكي مورقة وزي الفل. طبعا احنا لسه هنلمهم كلهم لما نعمل الايه، نعمل العشر كرات اهو. برضو بصوا شايفين اهو. طبعا دي كده احنا لسه هنعملها كمان كده ايه في قلب الصينيه هنا. شايفين؟ بصوا الصينيه، بصوا ما شاء الله الله اكبر عامله ازاي. هحط برضو ده كده وهشيلها واحطها هنا اهي. تفردي بقى براحتك كده، لان ايه لسه كده كده هنفردهم تاني وهنلمها. بس احنا عشان خاطر ان انت تطلع معاكي مورقه اهي. عايزين نخلص الايه كل دولت. انا ايه اللي انا عملته ده كله 5. تعالوا بقى هخلص الايه ال10 دول عشان دي كده الصينيه. بصوا كده انا لميتها من جميع الجناب كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهسيبها بقى شويه ترتاح عشان نفردها بقى براحتنا اهو. تعالوا نعمل التانيه بقى. شايفين دي كده الصينيه التانيه اللي احنا هنعملها 10 برضو ايه 10 رقات. ده كيلو دقيق. كيلو دقيق هيعملك فطيرتين حلوين كبار اهو. نعمل لكم زي بتاع الفطاطري. واصدعكم. ما انا عايزه اصدعكم، اشمعنى انا اهو. تعالوا بقى نفرد يلا كده ونعينها في الصينيه. شايفين؟ شايفين؟ الله اكبر ما شاء الله. اعرفوا على طول ان الفطير بتاعك نجح من الايه البقاليل دي. شايفين؟ تعالوا بقى نحط التانيين عليها برضو. ناخد من اول واحده بدأنا بيها اهي سمنه. ونفضل نستمر في الحاجات دي كلها في الرقات فوق بعضها. هي دي احلى ايه احلى فطيره على فكره بتاكليه. احلى فطير. عندك بقى قشطه تحطي بتبقى جميله جدا طبعا بالقشطه. لو حطيتي في النص في الرقات دي كده او على الوش. ما عندكيش خلاص بتحطي بقى الايه الزبده على الوش كده وخلاص على كده اهو. ما شاء الله. نحطها برضو ونشيلها كده بالراحه اهيت عليها. بس قبل ما احط بصوا السمنه ما ننساش اهو.
دي اول واحده بقى عملناها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد من ايه، من جوه لبره. شايفين اهو. الله اكبر، شايفين يا جماعه ما شاء الله. تعالوا بقى ايه ندخلها الايه الفرن ونشوف الجمال بعدها. بصوا التانية ديت اللي احنا عملناها تاني مره اهو اهي. بصوا شايفين الرقات عامله ازاي برضو. بنحط عليها ايه زبده كده على الوش. عملنا كده فطيرتين حلوين ما شاء الله عليهم. هتشوفوهم دلوقتي بقى ايه بعد ما تخرج من الفرن. خليكم بقى معايا، هدخل دي الفرن، خليكم معايا. شايفين بصوا بتعمل ازاي من جوه، شايفين كلها اتنفخت ازاي يا جماعه. اعرفي على طول كده ان انتي الفطيره نجحت معاكي. شايفين دي الفطيره التانية. بص الله اكبر، بصوا يا جماعه شايفين الرقات عامله ازاي، كلها ايه اتنفخت ازاي. شايفين بقى ديت اللي ايه بردت. بصوا المنظر، شايفين اهيت تحت زي فوق. وهنقطع دلوقتي منها ونشوف دلوقتي ايه الجمال ده كله. واحنا بنعمل ايه، نحط العسل. شايفين قرمشه وجمال مش قادره اوصف لكم. شايفين دي التانية كمان خرجت اهيت من الفرن اهي. شايفين اللون بتاعها وبصوا عامله ازاي يا جماعه، بصوا عاليه ازاي اهو. اول حاجه بس ما تخرج على طول في قلب كيس نايلون وتحطيها فيه عشان خاطر ان هي ايه تطرى معاكي وتحتفظ بايه بالسخونيه دي. دي اول حاجه. تعالوا بقى نشوف، نحط بقى العسل ونشوف بقى ايه احلى فطير. نحط بقى العسل. عندك عسل اسود حطيه، عندك عسل ايه ابيض حطي اللي يريحك. بس طبعا احنا بنحبه بالعسل الاسود والايه والطحينه. يلا تعالوا بقى كلوا معايا. شايفين هطلع لكم بقى واحده كده. تعالوا نقطع اللي هي الفطيره دي الجميله دي. شايفين اللون بتاعها جميل ازاي يا جماعه. شوفوا بقى كده وهي مورقه. الله الله، شايفين بصوا شايفين جميلها ازاي. شايفين يا جماعه اهي. هي بتتكلم عن نفسها، هي بتقول لكم انا اهو. قولوا لي بقى ايه رايكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين وتعليقاتك، وقولي لي ايه رايك في الفطير بتاعي النهارده ده. كيلو دقيق عملنا منه فطيرتين كبار حلوين قوي قوي. لو عجبك ما تنسيش السبسكرايب واللايك ما تنسيهوش. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.